عمرك سألت نفسك هو ايه الأحسن واللي ممكن اختاره في الدايت بتاعي؟ وعلى الرغم ان الاتنين دول من مصادر البروتين الحيواني، صدور الفراخ ولا الكبدة البقري؟ ده بقى اللي احنا هنحاول نعرفه في الفيديو النهارده. وقبل ما اقولك متنساش تصلي على النبي. الأول خالص لو احنا جينا لصدور الفراخ فهنلاقي ان كل 100 جرام منها بتديلك 165 سعر حراري و30 جرام من البروتين، 4 جرام من الدهون، ده غير كمان ان هي بتديلك 1 مللي جرام من عنصر الحديد. اما بقى لو احنا جينا للكبده البقري فهنلاقي ان كل 100 جرام منها بتديلك 189 سعر حراري و29 جرام من البروتين و5 جرام من الدهون، ده غير ان هي غنيه بفيتامين بي 12 واللي من الاختيارات الكويسه جدا في ان هي تحسن معاك من كرات الدم الحمراء، ده غير ان هي غنيه جدا بعنصر الحديد واللي بيديلك 36% من احتياجك اليومي منه. فمن هنا كل اللي اقدر اقوله ليك، لو انت شخص عادي ما عندكش اي مشاكل صحيه تقدر عادي جدا تدخل الاتنين في الدايت بتوعك وتنوع ما بينهم. لكن لو انت حامل مش هتكون الكبده احسن اختيارات ليكي، لان فيتامين ايه اللي بتكوني محتاجاه على مدار اليوم هو 3000 مايكرو جرام، وكل 28 جرام من الكبده بيديكي 2650، يعني قرب احتياجك منه. فطبعا كل ما زادت نسبه فيتامين ايه والكبده فده بيخلي في عيوب خلقيه للجنين عندك، ده غير كمان ان هي مش هتنفع الناس اللي عندهم نقرس. فمن هنا كل اللي اقدر اقوله ان الاختيار الاحسن هيكون لصدور الفراخ. ودي كانت الحلقه ال50 في سلسله ايه الاحسن. لو عجبك النوع ده بقى من الفيديوهات متنساش تعمل سيف وتتابعني عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو انت حابب ان انا اعمل لك نظام غذائي وتدريبي مخصصين ليك وللهدف بتاعك ابعت لي على الخاص واسال على اسعار التدريب الاونلاين.